السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم قناة وصفات أمي الغالية. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون هاد لي ميني كيش بعجينة ناجحة مرملة تذوب في الفم. الحشوة تاعنا اقتصادية وبزاف بنينة. لتحضير العجينة نحتاجو كاس ونصف كاس تاع الفارينة، ملعقة صغيرة تاع الملح و100 غرام تاع المارغرين. نبدا نبسس في الفارينة، وبعد ما نبسسها راح نلايمها بصفار حبة بيض وربع كاس تاع الحليب بارد جدا. بعد ما نطمو العجينة تاعنا راح نغلفها بكيس بلاستيكي غذائي، نحطها في الثلاجة ونخليها ترتاح مدة 5 دقائق. نبدا نحضر معكم الحاشو في مقلة. راح نقلي حبة بصلة مع فص تاع الثوم، ونزيدو الدجاج والتوابل والسلق والجبن ولا كريم فريش وحبة بيض. كيما راكم تشوفوا العجينة تاعي بعد ما نحيتها من المجمد راح نوصلها الحشوة ونطيبوها في 180 درجة، وفي الاخير راح نزينها بالفرماج والزيتون. وهذا الوصفة لازم تجربوها، ما تشبعوش منها.